أجمعت الأمة إجماعا لم يسبق له أحد الخلفاء، فلماذا قبلت بخلافة الثلاثة ولم تقبل بخلافة الإمام علي عليه السلام؟ إن حقدنا على علي قديم، وهذا الحقد نورثه لأبنائنا وأحفادنا، فنحن نحقد على علي وآل علي ونورث هذا الحقد لأبنائنا وأحفادنا، وهم يقومون بقتل وإبادة كل من يوالي علي. أرجو من سيادة القاضي والسادة المستشارين تسجيل ما يقوله هذا المجرم. يا معاوية، أرجو أن تنتبه إلى هذه النقطة، أن كل ما تقوله ستسجله المحكمة، فانتبه إلى إجاباتك. نعم أيها الإجابة، تفضل. يا معاوية، ما سبب خروجك على الكتاب والسنة ومقاتلتك خير الأنام الإمام علي عليه السلام؟ كما قلت لك سابقا، أنا لا أتحمل ولن أتحمل أن أرى عليا خليفة للمسلمين، وإن عرض ذلك الكتاب والسنة، فأنا لا أؤمن إلا بما تملي علي نفسي، نعم نفسي ومصالحي الدنيوية. يا معاوية، أنت تدعي حبك واحترامك لأبي بكر، فلماذا قتلت ابنه محمد بن أبي بكر وقد كان لأبي بكر فضل عليك؟ لقد غير سيرة أبيه وخرج عن خط أبيه وخط بني أمية عندما والى عليا وآل علي، ولذلك فاستحق منا القتل والتهجير حتى. سبحان الله، سبحان الله يا معاوية. الآن أوصيناك وقلنا لك بأن كل ما ستقوله ستسجله المحكمة عليك، فهذه أول جريمة اعترفت بها بلسانك. نعم سيد القاضي، لقد أعنتني عليه. ألست رجلا يا معاوية؟ نعم أنا رجل. لماذا إذا نكثت العهد مع الإمام الحسن عليه السلام وما دعاك لتشد عليه الخلاف وتقتله سما دون إثار؟ العهد وما قيمته عندي؟ إن كان خير مني قد نكث، وقد كان الحسن معطلا للسياسة، نعم معطلا للسياسة، وكنت أراه يقف عقبة كأداء دون تسلم يزيد من بعدي للخلافة. هذا وقد كان الثاني قد لقبني بكسرى، وما كسرى سوى سلطان جاهرا وجبا